رسميا محمد شريف في نادي الزمالك. انا بصراحه ما عنديش اي مشكله ان محمد شريف يلعب في الزمالك، بس هو الغريب في الامر ان نادي الزمالك بيقول ان الصفقه دي ردا على صفقه احمد سيد زيزو في النادي الاهلي. انا بقى من وجهه نظري شايف ان محمد شريف لاعب ممتاز ولاعب محترم، بس الاهلي ما سابهوش كده. يعني اللاعب ده مش ردا على زيزو، لان زيزو مشهور، فالشهرة تغلب المهارة وتغلب. يعني ممكن يكون لاعب اساسا في الدرجة الرابعة لعيب الى ابعد الحدود بس مش مشهور، يبقى هنا عندك الشهرة تغلب المهارة. فبالتالي محمد عبد المنعم لاعب محترم ولاعب مهاري بس مش مشهور. فانا من وجهة نظري شايف ان الصفقة كويسة جدا لنادي الزمالك، بس مش صفقة احمد زيد، مش صفقة احمد سيد زيزو. مصطفى ولا سيد والله ما انا عارف. مش هي دي الصفقه التاريخيه للنادي الاهلي او صفقه القرن. آه يعني النادي الاهلي لما يتاخد منه صفقه، ممكن يتاخد منه بن شرقي، ممكن امام عاشور يرجع الزمالك تاني، ممكن قفشه، ممكن جرادي شار. اما عبد المنعم اساسا عبد المنعم كان بيلعب بره بقاله فتره كبيره والاهلي مش عاوزه له. هل هو وحش؟ لا، الاهلي مكتفي باللي موجود عنده. فبالتالي انا شايف ان الاهلي مش هيزعل ان عبد المنعم يروح الزمالك تقريبا يعني. حتى جمهور الزمالك ناس عبد المنعم، لان عبد المنعم ما فيش اخبار كتير عليه، ما عمل ايه خلى ايه، مش موجود قد كده يعني على في النيوز كتير يعني. فانا شايف من وجهة نظري ان الصفقه مش كبيره لنادي الزمالك، لاعب محترم وكويس وكل حاجه، بس الصفقه مش الرد ده لو خدت منه قفشه، الرد ده لو خدت منه جراد شار، لو رجعت اشرف بن شرقي تاني، لو خدت منه يعني حاجه يحيى عطية الله، بالنسبه للزمالك صفقه وردا فعلا على صفقه امام عاشور وزيزو والكلام ده. اما بالنسبه للنادي الزمالك بصراحه من وجهه نظري شايف مش قد كده صفقه عبد المنعم، يعني مش اللي هي قوي. ليه؟ لان عبد المنعم كان بيلعب بره وما فيش اخبار عليه، ما فيش كلام كتير عليه، بس موضوع بسيط يعني. اما انا من وجهه نظر المتواضعه شايف ان هي مش صفقه كبيره قوي تستحق يعني ان الزمالك يعمل الليله واحنا خدنا منكم. هو الزمالك لازم يزعل، النادي لازم يزعل، لان الاهلي خد منه اهم لاعب تقريبا يعني في الشهره في النادي حاليا. ما فيش لاعيبه مشهوره بالشكل ده في نادي الزمالك حاليا. بس اتمنى يعني ان هو يكون كويس مع نادي الزمالك ويشرف نفسه ويشرف اهله، وكمان حتى جمهور النادي الاهلي اللي بيحبه يفضلوا يحبوه زي ما هو، لان ما اعتقدش ان عبد المنعم هيحتفل احتفالات تضايق الجمهور يعني بصراحه.